أسعار الحديد النهاردة الأربع 21 يناير 2026 في مصر. هنديلكم صورة كاملة لسوق حديد التسليح في مصر بكل أرقامها المهمة اللي بتأثر في السوق والعقارات والبناء. زي ما أعلن تقرير أسعار الحديد في سوق مواد البناء، الأسعار مستمرة في استقرار نسبي مع بعض الزيادات الخفيفة، وده بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية التابعة لمجلس الوزراء. أهم أسعار الحديد النهاردة جت كالتالي: متوسط سعر طن الحديد الاستثماري 35988 جنيه، وده أعلى بحوالي 664 جنيه عن الأسعار امبارح. حديد عز ب 37100 جنيه للطن، حديد المراكبي 37500 جنيه للطن، حديد بشاي 38500 جنيه للطن، حديد العشر 36200 جنيه للطن، حديد المصريين 38000 جنيه للطن. يعني باختصار الأسعار العامة مستقرة نسبيا، وفي ارتفاع طفيف في بعض الأصناف، وده بيخلي المقاولين وأصحاب المشاريع يراجعوا حساباتهم قبل ما يشتروا كميات كبيرة من الحديد لتطوير الأبنية أو المشروعات. الحكاية مش بس أرقام، سوق الحديد مرتبط ارتباط وثيق جدا بأسعار مواد الخام العالمية وسعر الدولار وتكلفة النقل، وكل تغير بسيط في أي عامل من دول بينعكس أمامك على السعر النهائي في السوق. فالنهارده السعر بين الاستقرار والزيادة المحدودة، ودي حاجة مهمة جدا لكل حد بيشتغل في المباني.